اهلا شريف. اسف استاذي اتاخرت. حضرتك عارف المواصلات زحام مخيف، وكل سنة رح يزيد الزحام، وبالنهاية رح يحصل الانفجار. قهوة؟ متشكر، شربتها في البيت. امتى حتسافر البعثة؟ يمكن السنه الجايه ان شاء الله. يعني في فرصة تساعدني؟ ده شرف كبير ليا. شريف، أنا استدعيتك مشان أطلعك على سر ما حدا بيعرفه أبدا. من سنتين وأنا عم حاول أوصل لحل المشكلة. بنهاية القرن العشرين، يعني بعد حوالي 30 سنة إن شاء الله أنت رح تكون موجود. رح تشوف سكان العالم رح يزيدوا 3 أضعاف. فعلا تقرير هيئه الامم الاخير بيقول كده. مثلا بلد مثل القاهرة وحدها راح يسكنها 15 مليون. الهند تعدادها 600 مليون، راح يوصلوا ل 1800 مليون. راح يجي وقت الفرد ما راح يلاقي مكان ينام فيه، راح تحصل مجاعة والناس راح ياكلوا بعض. الحل انه الناس تصغر. الناس تصغر؟ ايوه، الناس لازم تصغر لربع او لخمس حجمهم الطبيعي. كل الناس الموجودين واللي راح ينولدوا كمان، وهيك احتياجات الفرد بتقل بنفس النسبة. الفكره الاول وهله تبدو غريبه. بتريد تقول انها مضحكة، لكن اذا تصورنا الناس كلها بحجم واحد، يعني اطول واحد بالعالم يبقى طوله 70 سنتي. يعني الناس هيبقوا اقزام؟ انت بتقول عليهم اقزام لانه نحن طوال. ايوه يا فندم، بس دي تبقى معجزه. يعني غير مقتنع؟ ابدا ابدا، انا بقصد. مالك مصدق؟ اتفضل. مين كان بيصدق انه العلم يتحقق من الجنين في بطن امه؟ التلقيح الصناعي، تكوين الجنين في انبوب الاختبار، زرع القلب، الصعود للقمر. لا، الناس لازم تصغر. انا عم حاول اشتغل ليل ونهار وما بعرف ايمتى رح اوصل. انا عندي 67 سنة، مشان هيك استدعيتك. رح اطلعك على كل خطوة توصلت لها، واذا انا مت انت بتكمل. موافق يا شريف؟ تحت امرك يا فندم، بعد عمر طويل. قوم لا اطلعك على التركيب.
شريف. شريف. الله. شريف. شريف رد عليا، جرالك حاجة؟ ايه اللي بتعمله في نفسك ده؟ دي رابع مرة يحصل فيها انفجار وانت ولا على بالك، لكن انا قلبي بيسقط في ركبي. اولا يمكن تموت ودي حاجة تزعلني طبعا. ثانيا هجيب لك فلوس منين اعمل لك جنازة تليق بمقامك. ثالثا للاسف الشديد حضرتك ما بتموتش وعلى طول مدد لي ايدك. هات يا شوقي، هات يا شوقي. هجيب لك فلوس منين بس؟ كده بتعيرني عشان شوية فلوس؟ اعقل يا شريف وبطل اللي بتعمله ده. هي وظيفة مدرس في الجامعة حاجة بسيطة. ارجع لكليتك وشوف مستقبلك. مستقبلي ومستقبلك ومستقبل العالم كله هنا. هنا؟ ومين قالك الناس عايزة تصغر؟ ده الواحد لما بيدعي على التاني بيقول له روح ربنا يسخطك. ما احنا كلنا هننسخط كلنا. بس ما تقولش كلنا. انا مش مستعد اصرف فلوسي وفي الاخر اتسخط. شوقي، انت متفق معايا وحطيت ايدك في ايدي. سحبتها يا سيدي، رجعت في كلامي. كده؟ انا عيل. لا يا شوقي، انت متعلم وفاهم. مستقبل البشر. انا مالي ومال البشر. هي دي المأساة اللي احنا عايشينها. طبعا. وانت يهمك ايه مادام في مغفل حارم نفسه من كل حاجة عشان يجيب لك فران؟ طب انا مش جايب فران بعد كده. والنبي تشوف نفسك يا استاذ، يا ممثل، يا خريج معهد تمثيل. ما هو عشان بتخرج من المعهد مئات الممثلين مش لاقي لك فرصة، والفلوس اللي بتكسبها من الادوار الهايفة اللي بتعملها مش مقضية، لان الرغيف اللي لازم يكون من نصيبك بينهشوا معاك 4 و5. لكن لما ينجح الاختراع وخليك تصغر الرغيف هيقضي، فاهم؟ وهعرف امثل وانا قد كده؟ ما هو كل حاجة هتبقى قد كده. هنكتب ونمثل ونزرع ونصنع، بس كله على صغير. لا حول ولا قوة إلا بالله. منك لله يا دكتور رائف. شوقي، متأسف. عايز فيران بيضة؟ فيران بيضة؟ لا حرام عليك، ده الفار الأبيض ثمنه 5 ليرات. مقصيدة بنص ليرة تصطاد بيها 50 فار في اليوم. لازم فيران بيضة. حاضر. متشكر. العفو، بس إياك ما تكونش خدت اللي في الحصالة. ايه ده بقى يا شريف؟ عن إذنك يا بابا، أنا رايحة مشوار. باي باي. لا تتأخري. وين يا أستاذ شوقي؟ الحساب كتير. النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله. صباح الخير يا نجم الحارة، شو لسه ما الأوان؟ وأنا راجع النهاردة إن شاء الله. كلام رجال. رقبت يا معلم. بس ترجع لعندي أول واحد. حاضر. لأنه لو مرقت أول الحارة رح توصل لعندي نظيف. ربنا يسهل. السلام عليكم. موفق. مرحبا سيد شوقي. أهلا. أخي الحساب 35 ليرة و70 قرش. وفرنك عشان أنا خدت علبة كبريت امبارح. طيب وإمتى الدفع إن شاء الله يا نجم الحارة؟ النهاردة إن شاء الله. سلام عليكم. عليكم السلام. لله يا محسنين، لله. النهاردة إن شاء الله. الله يسترها معاك دنيا.
لغايه الترابيزه دي، مفهوم؟ لا مفيش داعي ابدا، اتفضل. انا جاهز يا استاذ، ناقص الجاكيته والكرافته ونركب الشنب. طب معلش استناني. حاضر. مساء الخير يا استاذ. بلاي باك. ستوب. انت عارف هتعمل ايه؟ ايوه. اتفضل. شوقي سيب نفسك طبيعي. ايوه يا استاذ. ستوب. مسحوا له الدم. هنعيد الشوط. الشاب ده صعبان عليا قوي. شغلته كده. لكن ده ممثل. أعوذ بالله، كفاية تقلي دم. مش يمكن لو خد فرصة يبقى كويس؟ اسكت ما تطمعوش. لا نعيد الشوط كمان مرة من التريلر. يلا. مش هترضي عني بقى يا مدام؟ المنتج ما عندوش مانع. في ايه يا سيدي؟ الدور التاني جنب الاستاذ. وده معقول؟ اسيبه هو واحبك انت؟ جاهزين؟ يلا يا شوقي. حاضر. ما هو في اخر الفيلم حضرتك هتسيبيني وترجعي تاني للاستاذ. ان شاء الله، بس روح وانضرب كويس. حاضر. سيب نفسك طبيعي. حاضر يا استاذ. 38 تاني مرة، وكر الأوباش. والله يا ليلى كل يوم عم تحلي أكتر. ميرسي يا أبلة. ولسه عم تحكي مصري؟ تصوري يا ليلى 900 جنيه استرليني. هو إيه يا بابا؟ دخل ابن عمتك إبراهيم. بالشهر يا ليلى. جاي بكرة. إبراهيم؟ أيوة. جاي مخصوص مشانك. عشاني أنا؟ طبعا مشانك، وأمله تنهوا الموضوع بسرعة وتسافروا سوا. على فين؟ على أستراليا. أنا مسافر، أنا جاهز. ما تنسيش الجوابات يا بابا. ليش الجوابات؟ أنت مسافرة. ما افتكرش.
عن شو إذنك صار؟ دقيقة واحدة. بدك تسافري؟ لا انا مش هسافر. لما انا بقول ما بهم كلامك. يا بابا الحكايه مش بالغصب. شو جنيتي؟ شو الحكاية يا بابا؟ أنت مش وافقتي إن شوقي يجي قبلك ويجيب معاه المهر والشبكة؟ انا سألتكم على هوالكم. معقول جوز بنتي لصعلوك؟ لا يا بابا، شوقي مش صعلوك. صعلوك وتافه كمان ومرس وفرنك. شوقي فنان ومعاه دبلوم معهد عالي. وهالدبلوم قديش بيسوى بالاسترليني؟ جيل آخر الزمن. شو؟ ليلى يا حبيبتي ما تخلي دماغك نشف. ما انتي سامعه بيقول ايه؟ لو كان جوازك نفع يبقى جوازي من ابراهيم ينفع. عندك حق، عايز يميل بختك زي ما ميل بختي. عشان كده مش هتجوز الا شوقي. صح. هذا الولد الكومبارس اللي ساكن تحت. ايه دخلك؟ هذا مملئ لقمة ياكلها. الصغير بيكبر، يمكن بكره يصير مثل رشدي أباظة. والله لو صار مثل فاتن حمامي. من مال الله يا محسنين، من مال الله يا محسنين. ويا استاذ الله يوفقك ويزيدك من نعيمه. السلام عليكم. عليكم السلام. ان شاء الله معوضين. اكلت اكله منيحه؟ ايه؟ ما حدا بياكلها بالهين. تعيش تاكل غيرها. السلام عليكم. وعليكم السلام. كلام الأمراء تمام. إن شاء الله كل يوم تاكل 20 أكلة لحتى تدفع لي الحساب. شوقي شوقي. ليلى وحشتيني كم ساعة دول. بنت عمتي فوق جايه تخطبني. لمين؟ لاخوها ابراهيم. هو وصل؟ جاي بكره. وابوكي؟ رجع في كلامه، لكن انا مصممه. حضر المهر والشبكه. انا هبتدي احوش. النهارده قبضوني 2500 ليره عربون. اصل الشغل كتير، هقبض فلوس كتير قوي يا ليلى. مناخيرك وارمه ليه؟ اعمل ايه؟ اذا كانوا جايبين لي عملاق اتخانق معاه، ايده قد كده. تصدقي بالله انا مش عارف بستحمل الضرب ده ازاي. وبعدين يا شوقي، اذا استمريت على كده هيجرى لك حاجه. بكره كل الاوجاع تروح. بكره عندك شغل؟ ايوه، هيربطوني في ديل حصان ويجرجروني على الصخر. لا يا شوقي بلاش، لا. عشان احوش مهرك يا حبيبتي. تصبح على خير. تصبح على خير. اسمعي، لو بابا فتح سيره الجواز مش هيحصل كويس، وبنت عمتي كمان مالهاش دعوه بيا. طيب اهدي يا ليلى اهدي، بابا كمان عايز مصلحتي. هو عشان عنده قرشين عايز يشتريني بيهم؟ ليلى ليلى اتفضلي بس. اسمحي يا ليلى. والله انا احترتي بقى، قطيعة تقطع الحب على الجواز، لا انا طايله ده ولا طايله ده. تفضل يا ابراهيم. ليلى، ابراهيم وصل يا ليلى. فين ليلى؟ جوه في اوضتها بتلبس. اهلا يا ابراهيم، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا منى، اشتقت لك. فين هدية ليلى يا ابراهيم؟ موجودة. تفضل اعطيها اياها. بس دي بتلبس يا بابا. واذا كان شو هو غريب؟ تفضل معي تفضل. تفضلي من استراليا. ليلى، اجا ابن عمتك ابراهيم بده يسلم عليكي، بتعزك كثير. خش يا ابراهيم خش. اهلا، الحمد لله على السلامه. أنا مشتاق لك يا ليلى. وانا كمان. زروح انا حتى ما تخجلوا مني. كنت منتظر شوفك بالمطار. معلش بقى المره الجايه. المرة الجاية رح نكون سوا. ها؟ سوا فين؟ استراليا. ابراهيم، انت قبل ما تسافر مش حاولت انك تخطبني؟ اي نعم. هو انا قلت لك ايه بصراحه؟ قلتي لي لا. طب تفتكر يعني ايه اللي هيغير رايي؟ مبروك يا ليلى. يا ريت. شوقي، انت تعبان يا شوقي؟ ده انا تعبان قوي.
طب اقعد. اي اصل جسمي كله مكسر. انا خايف باباك يشوفنا. ما يهمنيش. انت دلوقتي مخطوبة. انا رفضته. مش معقول. ومش معقول ليه؟ انا لو مطرحك. اسكت ولا كلمة. انا مش بحبك. حرام يا ليلى، حرام. ايه هو اللي حرام؟ هتستنيني كتير. هو ايه يعني؟ سنة، سنتين، ويمكن 4 و5 و6 وعمري كله. باباكي مش هيستنى يوم واحد. انت حوشت كام؟ 2500 ليرة وفاضل 500 بس. خلاص هانت. وهقبضهم بكرة. في يوم واحد؟ اصله يوم صعب شوية ويا راحت يا جت. مش فاهمة. حرمي نفسي من سطوح عمارة. يا خبر. ما تخافيش، هيحطوا لي شبكة تستلقاني. طب ولو انقطعت الشبكة؟ تبقى شبكة سائلة قوي. بلاش يا شوقي أرجوك، أبوس إيدك. دول 500 ليرة هيضمنوا مستقبلنا. بكرة آخر النهار هقابل باباكي وأقبضه المهر. قولي له كمان إني هكتب عقد دور مهم قوي، هبقى ممثل قد الدنيا. هتشوفي صوري في الجرايد وتقري اسمي في الإعلانات. وليلة الافتتاح نقف سوا أنا وأنت في البنوار، وإيدينا في إيدين بعض، والجمهور في الصالة بيسقف ويقول يعيش شوقي، يعيش شوقي، يعيش شوقي. يلا جاهز. جاهزين. هصور يا شوقي. يا بطل. يا أستاذ حمودة، البرانيت النحاس بتزغللني. بلاش دلع، نط غيرك. خلاص هنط. يا راحت يا جت. يا رب خد بالك، ربنا يستر. بسم الله. خلاص يا ليلى هنتجوز. لا مو ممكن ابدا. معلش يا بابا اصبر شوي. اعطيت كلام لابراهيم لازم رد عليه. ايه يعني الدنيا طارت؟ الساعة 5 خلص النهار. 5 6 ما بتفرق. تفرق كتير. تفرق بين واحد صعلوك وواحد محترم مثله بيلعب بالاسترليني لعب. شوقي وصل يا بابا. والنبي يعني ارقص. هاتوا لي شي لفوا على وسطي. شرط 3000 ليرة اللي بده يدفعهم ما بينقصوا قرش. زي بعض. وما في حفلة لا للكتاب ولا للعرس. اللي يعجبك يا بابا. تتجوزوا على السكيت. وان شاء الله رح اخذ بخاطركم. مبروك يا ليلى. مية 200 300 400 500. ايه ده؟ المهر. انت فتحت الحصالة؟ كان لازمني فلوس، جبت ميكروسكوب ب 2500 ليرة. فاضل منهم 200. انت مش عارف انا ليه محوش المبلغ ده؟ علشان تتجوز. يعني عارف. وتخلف لك 5 6 اولاد وما تقدرش توكلهم وتعيشوا زي الحيوانات. انت مالك ومالي؟ بتتدخل في شؤوني ليه؟ انا اللي بجيب الفلوس. الفلوس دي تعبي وشقاية وحبي ومستقبلي وعمري. انا بتعب وبشقى اكتر منك. انا بقالي هنا محبوس 2 ما بشوفش النور. باكل اكله واحده. بنام 3 ساعات في 24 ساعه. لكن ليا هدف. هدفك انك تحطم حياتي؟ انا بحاول اغير حياتك وحياه الملايين. كلام شبعت منه. اعمل ايه دلوقتي؟ انا مضطر اقول لليلى على كل حاجه. ايه؟ انت عاوز تحطمني؟ وانا انت وانا وهي والناس كلها اصحاب الاختراع. انا بحذرك يا شوقي، احتفظ بالسر لحد ما ننتهي. اوعى تفتح بقك بكلمه، فاهم؟ شوقي. ليلى. انت ليه ما طلعتش؟ ليلى انا. انت ايه؟ اتكلم.
انا مش هقدر اقابل والدك. ليه؟ حصل حاجة؟ لما احوش المهر. انت مش قايل انك محوش 2500 ليرة والنهارده هتاخد 500؟ ايوه. امال فين الفلوس؟ اتكلم. ضاعوا؟ اتسرقوا؟ ايه، مش عارف اذا كانوا ضاعوا ولا اتسرقوا؟ ليلى سامحيني. اسامحك ازاي وانا مش فاهمة حاجة؟ بعدين هفهمك، لكن احلف لك اني بحبك. وهتفضل تحبني لامتى؟ لحد ما اجمع الفلوس. وبابا يصبر شوية. مش ممكن، انا اتفقت معاه والنهارده اخر ميعاد. كلميه يا حبيبتي، اجلي الميعاد. ما اقدرش، مش ممكن. في سر انت مخبيه عليا، في واحدة تانية، ومين عارف يمكن تالتة ورابعة وخامسة، ولا يمكن بتلعب قمار. ابدا والله ابدا. طب فين ال 3000 ليرة؟ راحوا فين؟ بكرة تعرفي اني مظلوم. لازم اعرف النهارده حالا. ما هو انت تقطع علاقتك بيا خالص. جواباتي ترجعهم لي وجواباتك هرجعهم لك، واحسن لك تشوف لك سكن تاني وتبعد عني خالص. ليلى هتتجوزي ابراهيم؟ ده تخين يا حبيبتي. ليلى ليلى اخص عليك يا ليلى. مالك يا ليلى؟ مالك؟ ليلى انتي يا حبيبتي. ليلى صباح الخير استاذ شوقي. اهلا بندق. عندك بكره تصوير الصبح الساعه 9. الملابس المطلوبه ايه؟ كلسون على اللحم. ليه؟ راح يغطسوك ببركة مية، راح يغطسوك ويطالعوك ويغطسوك ويطالعوك وبعدين يغطسوك. وما طلعش؟ تقريبا. يا ريت نغطس واموت يا بندق. بعيد الشر عنك، انت خسارة والله، انت عبقري. بس مدفون بالحياة. بكرة بتطلع على وش الدنيا وبتنور. متشكر يا بندق. لا والله بتخليه. استنى بس. لا والله اخذت هذيك المرة. مش ممكن، مستحيل. ده انا انتحر. شباك يا استاذ. معك قلم؟ ليلى. طمن يا خالي، لابد ما امنك قبل ما اسافر حتى تكون ليلى مرتاحة البال. راح اشتري لك فيلا مثل الفيلا اللي ساكنها على المحيط الهندي، مبنية على ربوة عالية وحواليها جنينة. وقلت لي كمان انك رح تشتري يخت. ايه، رح نشتريه سوا انا وليلى. انت يا حلوة بتشتغلي هون؟ نعم. مرحبا. شو بدك؟ رسالة لأنسة ليلى، سلميها إياها بإيدها وعم بستنى الجواب. عم بستناكي ها؟ يقبرني. مكتوب إلك. ليه أنا؟ إيه نعم. لو تزوجتي إبراهيم سأنتحر. مين جابه؟ واحد واقف برا. قولي له على خيرة الله. منو هاد؟ شوقي؟ أيوه، بيهدد إنه هينتحر. يا مصيبتي. ليش يا مصيبتك؟ الله لا يرده. خسارة شبابه يا بابا. شو بدنا فيه؟ اللي بيحمل قربة مفخوتة بتزلزب عليه. اندهوا له بوليس النجدة يمسكوه ليموت نفسه. انت مالك وماله يموت نفسه؟ الله لا يرده للجهنم. بالظاهر رجع. خليك انت يا خالي. الله يوفقك، شوقي راح ينتحر على جبل قاسيون. ينتحر، واذا بشوفك هون مرة تانية بدي اكسر رجلك. امشوا لا.
اسمع يا ابراهيم، احنا ولاد حته واحده، شباب ونفهم بعض. انت صحيح طويل وعريض وعندك فلوس زي الرز، وانا صحيح يا مولاي كما خلقتني، لكن لازم تفهم حاجه واحده، ليلى بتحبني انا. ولك لا تجيب اسمها على لسانك، فاهم؟ اسمع نصيحتي يا ابراهيم، لو اتجوزتها هتندم. شيل هالاسطوانه من راسك وروح انتحر. ولك شو مستني؟ يلا روح. لا حول ولا قوة إلا بالله. مسكين يا شوقي. شوقي، في ايه؟ خلاص يا شوقي، خلاص. خلاص ايه؟ الارنب صغر، كش بقى قد كده. اوه ايه؟ انت مش مصدق؟ شريف، طب تعالى شوف نفسك. تعالى يا شوقي، بص. ايه ده؟ الارنب الكبير؟ كان كبير. الف الف مبروك يا شريف. مبروك عليك انت يا شوقي، انت ضحيت كتير، من غيرك ما كنتش وصلت. وامتى هتذيع الخبر؟ فاضل خطوة واحدة، خطوة صغيرة، أجرب المحلول على إنسان. أنا معايا يجي 500 ليرة، تحب أشتري لك بيهم بني آدم؟ ها؟ صعب، مش هتلاقي واحد يرضى بالتجربة. والعمل؟ إيه؟ بتبصلي كده ليه؟ يا ريت تكمل تضحيتك يا شوقي. نعم. أجرب عليك. أكش يعني؟ هتكون الرائد الأول لأخطر اكتشاف عرفته البشرية. سلام عليكم يا أستاذ. شوقي يا حبيبي، ده أنا طولي 165 سنتي ومش نافع، هشتغل إزاي؟ هعيش إزاي؟ ده أنا هبقى مسخة. أنت مش عارف هتبقى كبير قد إيه في نظر العالم. افتح بقك. ما تحاولش، مش هتسخط. الناس كلها هتنسخط. خلينا أنا آخر واحد. أنت خايف من إيه يا شوقي؟ الأرنب ما قدامك أهو. ده أرنب؟ ده بقى فار. شوقي اعمل معروف، كفاية العذاب اللي أنا فيه، شوف غيري الله يخليك. علشان ليلى. إيه لازمتها السيرة دي بقى؟ أنت مش كنت عايز تنتحر؟ أنتحر لكن أبقى عيل؟ لا، لا يمكن. الله، هات يا شريف، هات. بس أمانة عليك، لو الناس رفضوا وتسخطوا ترجعني زي ما كنت. حاضر يا شوقي. يا خبر اسود. مالك؟ الله يرحمك، انت السبب. اقعد اقعد يا شوقي. هات. مبروك يا شريف. خليك زي ما انت. دقيقة واحدة. شريف، قول لي بصراحة، شكلي كده بقى يضحك؟ استعد يا شوقي للمجد، للأضواء، هتبقى بطل العالم. وليلى يا شريف؟ الدنيا كلها مش هتسعها بالفرحة بيك. بس يعني هترضى تتجوزني وأنا بالشكل ده؟ هي كمان هتكش، كلنا هنمسك زيك. مالك يا شوقي؟ حاسس بإيه؟ شريف، رجعني زي ما كنت. بعد 48 ساعة لما تأكد من التجربة. ليلى. شوقي.
عقبال كتب الكتاب يا اولاد. حضري الشربات يا بنتي. حاضر. يلا يا ابراهيم روح لبس الخاتم للعروسه. حاضر. ليلى ما تلبسيش الدبله يا ليلى، الجوازه دي مش هتتم. انت منو انت يا ولد؟ انا شوقي يا عمي، مش عارفني؟ شوقي؟ ايوه يا ليلى. شوقي مين ولا؟ انت مش لسه ضاربني بوكس موقعني على السلم؟ هو غبي كده ليه؟ لوك امشي بلا قلة ادب. سكتوا الست دي احسن ودينا عفرت لكم الدنيا. خالي منو هاد؟ شو بيعرفني يا اخي؟ ده عفريته، مش بعد جواب بيقول انه هينتحر؟ ليلى مالك؟ ده انا شوقي. شوقي؟ ايوه يا حياتي. اكيد عفريت يا خالي. بسم الله الرحمن الرحيم. عم ببوسها يا خالي. يا حبيبتي يا حياتي. قلت لك عم ببوسها. ما دخلنا. لك يا ولد يا ولد انزين. سيبه يا ابراهيم، هتعمل عقلك بعقل ولد صغير. انا مش صغير، انا شوقي. في ولد صغير يطلع له شعر في صدره؟ بعدين هفهمك كل حاجه. شوقي 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 شوقي، رحت فين يا شوقي؟ شو بكون خايفين؟ اطلع لبرا ولا؟ راجع لك يا هبل. اختي يلا نمشي. بوظت الخطوبه يا شريف، بوظتها. ننده ليلى ونديها الجرعه، انا مستعجل على الجواز. قوم اديها الجرعه تنسخت تبقى قدي، علشان الواد التخين الهايف ده ما يتجوزهاش. لا يا شوقي. انت مش قلت انك هتصغر ليلى؟ اي يا دماغي. ليلى. افندم. استاذ بدي اسالك سؤال. اخوك شوقي فين؟ شوقي خرج من الصبح وما رجعش. يوم سبتي ليكون انتحر زي ما قال. انتحر؟ ايوه، هو قال كان عايز يموت. ما مات. لا يا شيخة، عفريته طلع لنا فوق. يا خرابي. شو هاد يا جماعه؟ رح تفضلوا قاعدين هيك؟ ما تعملوا لنا شي شغله شي هيصه نتسلى فيها. يا خسارة شبابك يا شوقي. خلاص انا عرفت واتاكدت ان اللي كان هنا عفريت شوقي. افتح بقك يا شوقي. شريف انا بكبر. اي يا شريف، مش عارف، قلبي بيدق قوي. ما تخافش، هدي اعصابك. الا لما اجيلك ارجوك. كلام فاضي، ما في شيء اسمه عفريت. هذا ولد اخو شوقي الصغير. ابدا ده عفريت، فيه ولد صغير وله دقن. شو فيها؟ ايه ملزقه تلزيق. لكن صوته الخالق الناطق شوقي. شو فيها؟ عم يحكي من بطنه. وشكله يا ابراهيم مو مثل شوقي؟ اخوه الصغير، عيلة ممثلين، لكن عم يلعبوا على مين؟ بابا انا متهيألي ان اللي كان هنا شوقي. شوقي؟ وشو عرفك انه شوقي؟ قلبي. انت لسه بتحبيه؟ بس يا اولاد ما في لزوم للخناق، الليله كتب الكتاب. ما تزغردي، مش حنلحق الليله. ليش؟ لسه الساعه 6. الله. والعرس كمان الليله، وقسما بالله اذا بيحاول مره ثانيه لاذبحه ذبح. شو مستنيين؟ جيبوا المأذون. اي حاسب، قعدت على دراعي. انت اعمى مش شايفني؟ افتح بقك. ايه ده يا شريف؟ دي عيني. انت جرالك ايه؟ معلش معلش.
دي مرة قوي. ياه، انت بتبص لي كده ليه؟ ها؟ في حاجة حصلت لي؟ سامحني يا شوقي، انت مش باين. ايه؟ اختفيت. ايه؟ اختفيت ازاي؟ ازاي؟ قوم بص في المراية. يا خبر اسود، انا مش شايف روحي. رايح فين يا شوقي؟ تعالى ما تبقاش مجنون. ألف مبروك يا إبراهيم، عروستك حلوة، عرفت تنقي. شكرا يا بنت عمي. طب كنت نقي الأمل اللي في جسمك. شو عم تقول يا أكرم؟ سلامتك. ما حكيت معي؟ أبدا. طيب ما سمعت شيء؟ سمعت الرعد في ودانك. سليم؟ شو في يا إبراهيم؟ سلامتك. ليلتك أنس يا عريس الحارة. ليلتك سودة إن شاء الله. لك مين الجبان اللي عم بيقلل أدبه؟ لو رجال ارجيني حاله. شو صار لك يا ابراهيم؟ اتركني هلا يا عمي. شريف. ما بدي افهم شو صار؟ عمي اتركني الله يخليك. مبروك يا ابراهيم بيك. لكان يا عمي على رأي المثل تكون بتمك تنقسم لغيرك. انت عم بتضربني يا افندي؟ لا. ابراهيم عم تضربني يا ابراهيم؟ ليش عم تضربه لا؟ عمي عمي تعال صالحنا. بس يا جماعة، بس يا جماعة، بدك عم بقول لك بس. بسيطة بس، كل واحد يقعد مطرحه. عجبك هيك؟ عاجبك انت؟ أنا ما عملت شيء. امال مين اللي ضرب الحاج عابد؟ اسألي الأستاذ شوقي. ماله شوقي؟ باعت ناس يخربطوا الفرح. ناس مين؟ ما انت عارف كل الموجودين. لكان شو هذا اللي حصل؟ انا عارفه. كان لازم أعرف شغلي معه. ندل الجبان. عفوا. قولي. لك دير وشكون؟ يا فضيحتي. ليلى حبيبتي ما تخافيش، أنا مش روح ولا عفريت. ليلى أنا شوقي اللي بكلمك. كل حاجة ممكن تتصلح، بس مش ممكن تتجوزي إبراهيم. أنا بحبك وأنتي بتحبيني. آخر زمن. ارجوك لا لا. ليلى مين معك؟ ده قولي مين؟ دي روح شوقي. لا يا شيخة والله. هي لعبة قذرة وأنت مشتركة فيها معه. انا يا ابراهيم حرام عليك. أنا لو شفته لازم أعرف شغلي معه، لازم أمسح فيه الأرض. عروسة دستور. مبروك يا عروستنا الحلوة. الخيلة. أهلا ومرحبا، عقبال عندكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أين العريس؟ مساء الخير يا أستاذ. مساء الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. من أنت؟ أنا العريس يا فضيلة الأستاذ، امسك أعصابك شوية. لماذا يا بني؟ أين أنت؟ أنا قاعد قدامك جنب العروسة وإيدي على كتفك أهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شو صار يا إبراهيم؟ من أنت بحق الله؟ شوقي عبد الستار، وهبني الله من الشفافية ما جعلني أرى ولا أرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اكتب العقد بإذن واحد أحد، والشهود موجودين قدامك اهم. حاضر. وقف عندك يا ساتر يا رب. محدش يتحرك، عايزين شهود. حاضر. تحت أمرك يا بيك. إن كنت من الجن فانصرف بإذن الله. يا فضيلة الأستاذ اكتب وخلصني. لا بد لصحة العقد أن تظهر بلحمك وشحمك. طيب
انا هغيب 5 دقايق وارجع لك بلحمي وشحمي، بس قسما بالله لو كتبت على حد تاني ما هيحصل لك طيب. عن اذنك يا حبيبتي، راجع لك حالا. محدش من الشهود يمشي. حاضر. خالي راح؟ ايه راح. انا هون بشحمي ولحمي. دوب الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. شريف شريف. ها شوقي فوق، اصحى، رجعني زي ما كنت يا شريف، رجعني بسرعة، المأذون مستني فوق. مبروك يا صلاطي، هلا بيسمع العفريت. يلا سامحونا يا اخوان. صداقه الكريم، صداقه الكريم يا استاذ. يا نهارك اسود، دلوقتي ايه؟ ها؟ انطق انطق. عاوز تجارب جديدة. تاخد وقت قد ايه؟ اضمنش يا شوقي، يمكن اقدر ارجعك بعد ايام، اسابيع، شهور، ويمكن ما تقدرش ترجعني خالص. سكت ليه؟ اتكلم. سيبني دلوقتي ارجوك. اسيبك ازاي؟ ليلى هتروح مني. اللي يهمني انت يا شوقي، انت اختبرت نتيجة غلطة. صلح الغلطة. احاول. انت شوقي شوقي هتخبرني يا شوقي. عضك كده. ده عفريته. لا ما فيش اسمه عفريت، هذا عقلنا الباطل. ايوه بس مش للدرجه دي. الباب لوحده يتقفل ويتفتح، وصوته اللي كان مالي الشقه، وبنطلونك. ارجوك تنسي، كل شيء انتهى. ايوه ده كان هيقول لي على السر. بلا تخريب بقى، ما بصير يكون في بينك وبين حدا اسرار. ليلى ارجوك، انت زوجتي. كل شهر حنسافر استراليا. صحتك؟ ما بشربش. هالليلة الحلوة لازم تشربي فيها. ما بشربش. شربي شربي ليه؟ قومي ننام. تعرفي لو ما بدك تروحي معي على استراليا كنت بدي خص النص. ليلى ايه ده؟ ما في شيء، لا تخافي، ده الهوى، والهوى هوايا دخيل النبي. أرجوك أنا تعبانة. لا تستحي. جرس الباب بيضرب. ما في حدا. والله بيضرب حتى أسمع كده.
مين البارد اللي اجى بهالساعة؟ قولي على حظي. نعم. ليلى ليلى ليلى. ما تخافيش، انا شوقي. ليلى انا اختفيت نتيجة غلطة. ليلى لك اتكسرت رجلي من الوقفة. ليلى ما بدك تفتحي؟ طيب قبل ما اقول لك على السر، عايز اعرف ليه خنتيني؟ ليه تسرعتي واتجوزتي ابراهيم؟ على العموم انا مسامحك، كل حاجة ممكن ترجع لاصلها. لسه بتحبيني؟ ليلى ردي عليا، انا مش عفريت. لا لا انا شوقي يا ليلى. لا لا ليلى انا جنبك يا حبيبتي، مش هتقدري تهربي مني. كل اللي بطلبه منك ما تخليش ابراهيم يلمسك. اطلبي منه الطلاق وبعدين نتجوز. نتجوز؟ ايوه. انا هقول لك على السر. انت مش شفتيني وانا صغير؟ ردي، شفتيني وانا صغير؟ ايوه شفتك. ايوه. ودلوقتي شايفاني؟ لا. انا هقول لك على كل حاجه، بس اهدي اهدي يا حبيبتي. واخويا شريف بيشتغل دلوقتي ليل ونهار، اكيد هيوصل للتركيبه وارجع لحم ودم زي ما كنت. ابراهيم ما تفتحيش، ارجوك ما تفضحنيش. طب اوعديني ما تخليهوش يقرب منك. اوعدك 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 يا شوقي، اوعى بقى. ابراهيم خلاص انا راح اجن. خلاص يا ابراهيم ما فيش حاجه. ما في شيء. انا حاسس انه في حدا معنا بالاوضه. مين كان بالاوضه؟ مين؟ شوقي. مين؟ سيبه يا شوقي، مع السلامه. انت اقعد يا ابراهيم، هدي اعصابك. انت مو خايفه؟ اعصابك مرتاحه كثير. شو صار بينك وبينه؟ اعقل يا ابراهيم، ايه اللي هيحصل بيني وبين عفريت؟ لا هذا مو عفريت. انت متفقه معه تخونيني وببيت الزوجيه. انا لازم بلغ البوليس واحبسه واحبسك انت كمان. يا بوليس، ابراهيم، يا حكومه، حكومه، يا حكومه، يا حارس، يا حارس. ابراهيم ارجوك بلاش فضايح. بدي نادي الحكومه. ابراهيم ابراهيم عيب يا ابراهيم، عيب يا ابراهيم، ارجوك عيب. يا مجرمي. اي اي روحوا له، روحوا له. ليلى انا راجع لك حالا وهتشوفي كل حاجه بعينك دلوقتي. لا شوقي شوقي افتح الباب ارجوك شوقي. السلام عليكم. شريف شريف. الله، هو جرى له ايه؟ شريف اصحى يا شريف. شوقي انت جيت؟ قوم معايا. ارجوك يا شوقي خليك هنا، ما تمشيش لحد ما ارجع لك. طب بس تعالى معايا مشوار صغير. ليلى. ايوه يا ابراهيم. انت فين؟ انا في اوضه النوم. في حدا معي؟ لوحدي. تعي فكري يا واد. انا مقفول عليا بالمفتاح، تعالى افتح لي. لك يا فهيمه شلون بدي اجي وانا مرباط؟ اتفضل ادخل.
مساء الخير. مين حضرتك انت الثاني؟ انا ما تردش عليه. نعم يا اخي تلهي. خش يا شريف. شريف ايوه الحقني يا شريف، الحقني، انا خلاص هتجنن. هدي نفسك يا ليلى. السر اللي قالك عليه شوقي ده الحقيقه مش خيال. انا هجرب على القطه قدامك علشان تشوفي بعينك وتصدقي. تعالي اقعدي. مش معقول. لا. صدقتيني يا ليلى، انا عمري ما كذبت عليكي. المهر كان معايا وكنت رايحه اقابل والدك في الميعاد، لكن شريف خد اللي في الحصاله من ورايا وما كنتش قادر اشرح لك موقفي. غلطه بتقدير المعادلات. اختفى شوقي. انا دلوقتي اقدر املك العالم، لكن زي ما انت عارفه انا مش طماع. كل اللي عايزه بطوله فيلم ولا 2 ومحدش هيقدر يمنعني. لا لا يا شوقي، ارجوك بلاش. سيبها يا شوقي. يلا يا شوقي. من هنا ورايح هاخد حقي بايدي لغايه شريف ما يحضر الدواء اللي يرجعني لحم ودم ونتجوز يا ليلى. يلا يا شوقي. باي باي يا حبيبتي. انت مش هتفك الراجل ده بقى؟ مالكش دعوه انت. القطه القطه راحت فين؟ سيبها يمكن تاكله. بس ليه؟ بس ليلى الحقيني القطة عم تلحسني. ليلى الحقيني العفريت صار قلبها. الحقيني القطة عم تسوي. الحقيني ليلى. تسمح التليفون يا اخ؟ الو شوقي مين؟ الله يسلمك. انت لسه عايش؟ بتقول ايه؟ ما قلنا لك ما تنفعش، ثم ده مش وقت تضرب فيه تليفون. كاس يا روحي. افندم. يا مدام، انا عايز بطوله الفيلم الجاي، مش هتنازل عن البطوله. صدقيني انا ممثل كويس، بس جربيني. انت ما تساويش بصله. احمد ربنا انك بتشتغل يوم او يومين عشان تاكل عيش. اطلع يا اسطى. يا غرام، بسم الله الرحمن
نجوى على فين؟ ايه اللي طفى النور؟ مش عارف. التابلوه فين؟ جنب المطبخ. طارق طارق، مش مهم النور، تعالى بقى. قد كده الضلمة بتعجبك؟ أوي أوي. لا طارق، لا. طارق، لا. معرفتش تصلح النور؟ رايح فين؟ دقيقة، لو أكتر هزعل. الو، مين بيتكلم؟ اتأخرت عليك يا روحي؟ معلش، أصل طارق بيه ملقح في الحمام، روحي فوقيه. طارق طارق، انت هنا من امتى؟ من ساعة النور ما اتطفى حاجة خبطتني على دماغي وقعت. انت ما كنتش معايا جوه؟ جوه فين؟ في اوضه النوم. انا؟ ابدا. ليه؟ الو. الو، طمنيني، لقيتيه في المطبخ يا حياتي؟ انت ايوه، انا اللي. انت شوقي. انا اسفه يا شوقي، ما كنتش اعرف انك موهوب. بكره هتمضي العقد.
فيلم واحد؟ اخصى عليك. 1 2 3 زي ما يعجبك. هستناك بكره، اوعى تتاخر. باي باي يا شوشو. انت عاوز ايه؟ ما في شيء، ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. اهلا وسهلا. يحيى الحب. في صحتك. بصحتك. ولو فيها تطفل. هي العفاريت بسم الله الرحمن الرحيم بتحب برضه مثلنا. في صحتك. ما بدك تحكي. ليش ما بدك تحكي؟ أنا مالي صحاب وبدي تخاويني. في صحتك. صحتك أخي. خمسة وخميسة 6 7 وحاجة. خلاص يا حبيبي، سامع شي عم ينوي؟ حاسس بشي عم يخنمشك ولا عم يلحس لك أدانات؟ طمن يا حبيبي، القطة ما رح ترجع مرة تانية أبدا. ها كيف الحال؟ خلاص يا حبيبتي، اتعين صايبته. حاسدينك يا حبيبي بالأول والآخر. اطمني يا حبيبتي، انا استيلو الاثر. قالوا لي جيبي له رغيف خبز وسكينه وصوره ياسين، هدخل واحطهم له تحت المخده. ابراهيم، ابراهيم، ايه رايك نروح لدقيه؟ لدقيه؟ صورة ياسين، صورة ياسين حتخليك هادي ورايق، وإن شاء الله بتنام مع عروستك وبتتمتع فيها. سامعين؟ إيه؟ شو سامعين يا إبراهيم؟ القطعم بتقول نو نو. ما تخافش يا إبراهيم. البيوت مليانة قطام. شوفوا صيدة فار عم تخبطوا من الارض. خبطوا، شوفوا خبطوا. ليلى الحقيني يا ليلى. بس يا ابراهيم ما تخافش ما تخافش. صفي الدرب. هي ما قطة يا ليلى، هي واحدة من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. ده عفريت وبيظهر على شكل قطة. بابا خدهم وروح دلوقتي، انا بعدين هفهمك كل حاجه. انا ما بترك اخي ابدا. لمين بدي اتركه؟ للعفاريت؟ لا اللهم اجعل كلامي خفيف عليهم. اطمني ابراهيم هيبقى كويس، صدقيني. تعالى يا ابراهيم. امشي على مهلك، امشي على مهلك تقبرني، لا تدعس على ديلها، احسن بعدين تركبك. يا سلام يا رب. شو هاد؟ في ايه يا بابا؟ في ايه؟ قطة طلعت على كتفي. اهديها من فضلك. انزلي يا اختي، انزلي يا حبيبتي. شايف يا بابا؟ هي قطة ظريفة. دي قطة ظريفة وبدي حلال. اهدي يا اختي، اهدي يا حبيبتي. انا هجوزك قط عندنا شعره يجنن، واجيب لك نيفة ولحمة راس وشوكولاتة. يلا يا بابا. ابراهيم، انا هاخد القطة معايا البيت. اهدي يا اختي، اهدي يا حبيبتي، اهدي يا اختي. خذيها بتنفعكم مشان الفيران. تعالى يا ابراهيم انا عايزاك. سمي يا اختي سمي، خديها عندكم في البيت، عندكم فرن اكتر.
بقول لك ايه، ما تخافيش كده. شوقي. ليلى قالت لك حاجه عني؟ ولا حاجه ابدا. طب مع السلامه. وعليكم السلام. انا كنت مرعوبه زيك لغايه ما عرفت السر. اسمعني كويس يا ابراهيم، الحكايه وما فيها ان شريف اخو شوقي انت عارف كان معيد في كليه العلوم، استقال بقاله اكتر من سنه القطة عم تسعر. لا يا ابراهيم، ده شوقي. شوقي؟ ايوه جه دلوقتي. ليلى، انت وعدتيني ما تقوليش السر لحد. عاجبك الحاله اللي هو فيها دي؟ هو اللي جابه لنفسه، انتهز الفرصه واشتراكي بفلوسه. ابراهيم ابن عمتي وانا اتجوزته بمحض ارادتي. كذابه. انا مش كذابه، ولم لسانك احسن لك. يعني بتحبيه؟ ايوه بحبه. كذابه كذابه. اوعى كده ما تلمسنيش، اتفضل من غير ما ترد. ايه بتطرديني؟ ليلى حبيبه قلبي، عيب الكلام ده لواحده متجوزه وقدام جوزها كمان. انا مش معترف بجوازه دي. ليلى، ده انا طول عمري مستحمل غلب الدنيا وظلم الناس علشان خاطرك. وانا كمان صبرت واستحملت كتير. خلاص كل واحد ياخد نصيبه. صح، انت نصيبي، لا يمكن يهدالي بال الا اذا اتجوزتك. ليلى، انا عملت عقد فيلمين، الفيلم ب15,000 ليره. وهتمثل ازاي؟ شريف هيرجعني. امتى؟ قريب خالص. واذا ما حصلش هتفضل متعلق في الهوا، حلم وهم. ده بدل ما تشجعيني وتقفي جنبي. ارجوك شيل ايدك، اوعى ما تلمسنيش، ما تبقاش مجنون. شو عم يعمل؟ قول له يمشي من هنا، ما يجيش هنا تاني ابدا. قول له ما تخافش. امشي ولا امشي. يا شيخ اتنيل انت الاخر. شوقي ارجوك تمشي. انا همشي في حاله واحده بس، اذا قلت انك ما بتحبنيش. اذا كنت عايز تستريح انا اديت ابراهيم كل حقوقه الزوجيه. ليلى، ليلى عم يبكي. ليلى وين رايحة؟ أنا بخاف. ليلى خلاص يا حبيبتي مشي. يا حظي. أخي، أهلا وسهلا. انتظرتك كتير. ليش ما عم ترد؟ متضايق شوية. من شو؟ احكي، أنا مو غريب. أبدا، الدنيا حلوة كتير، خيرها بيكفي كل الخلق وبزيد. لولا الطمع والجشع والغيرة كان الكل بيعيش مرتاح ومبسوط. لكن شو بنعمل؟ مش بإيدنا. اترك الدنيا تمشي مثل ما بدها، وامشي انت وراها مثل البني آدم تمام. نحن الآدميين مغفلين وعايشين، خليك مثلنا. على رأيك، في صحتك. احكي لنا آخر نكتة عندكم. ليلى اتجوزت واحد تاني. هلا عرفتك، انت قيس ليلى. ليلى حبيبتي. اترك الأنيني، لا تفور دمك، ما في أحلى من العزوبية.
مش ممكن اتجوز غيرك مهما حصل. شيل الحكايه من دماغك يا حبيبي. اوعى تصدقها، كلهم كدابين. لو لقيت واحد معاه فلوس اكتر منك هتسيبك. مفيش حاجه اسمها حب يهبل. ليلى، ليلى، مشتريها بفلوسك؟ كنت في استراليا انت راخر؟ اسمك ابراهيم يقرع، والنبي ما انتش مكسوف من نفسك. يقرع، تعالي معايا. عروستي عروستي عروستي. يا حياتي. ماما 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 ماما. هاتي. تفضل يا ستي. اقري شوقي شو عم يعمل. انا قريت الجرايد الصبح. شو رايك؟ وانا مالي يا اخي، وانا مسؤولة عن تصرفاته. انت لسه بتحبيه؟ بيتهيألك. لا، انا لغايه اليوم عايش معك مثل اخوكي، وهو السبب. تارك لنا القطه بالشقه. انت لسه بتخاف منها؟ لا، بس كل ما بجي بقرب منك بتنط على كتفي. صدفة. انا لازم بلغ عنه وعن اخوه. الحق علي، انا اللي قلت لك على السر. انت بتدافع عنه؟ انا بكفيك شره. واللي عم يعمله بالناس؟ بكره يهدى، اخوه بيحاول يرجعه. انت مستنيه حتى يرجع؟ هو انا اجيلك من هنا تجيلي من هنا؟ دي ما بقتش عيشه دي. حقك علي يا ليلى، اعذريني. انا بحبك، بحبك. واحد غيري مو ممكن يتحمل. تعالي يا حلوة، انت شو اسمك؟ ما تخافي. تركيا شو انت مجنونة؟ لا تخافي، نحن كلنا مثلك، انخطفنا ليلة العرس. خطفوكن؟ تعي معي. يلا تعالوا، العشاء جاهز. اتفضلوا اتفضلوا. تعالوا. الاكل طعم قوي، هتاكلوا صوابعكم وراه. ما تقعدي، اقعدي. الله، واقفين ليه؟ اقعدوا استريحوا. ما بتاكلوش ليه بقى؟ ما جوعتوش؟ ها؟ يلا يلا كلوا. انتوا خايفين مني ليه؟ انا لا جن ولا روح ولا مخلوق غريب. لكن انت شو؟ انا بني ادم زيكم، من لحم ودم. ازاي انا بشوفكم وانتوا ما بتشوفونيش؟ دي بقى حكايه طول شرحها. طبعا انتوا عايزين تعرفوا انا ليه خطفتكم. قوليلي اسمك ايه يا حلوه؟ اتكلمي ما تخافيش. سلوى. انت بتكرهيني كده ليه؟ انا عملت كل ده عشان مصلحتكم. انتوا صعبتوا عليا،
كنتوا بتجروا ورا الفلوس وهتحطموا مستقبلكم، لحقتكم في آخر لحظة. صدقوني هنا هنبتدي عالم جديد، عالم أساسه الحب. أنا أبقى مين وشكلي إيه مش مهم، كل واحدة فيكم تتصورني بالصورة اللي تحبها. يعني انت مو عفريت؟ هو في عفاريت يا هبلة؟ مهما كنت انس جن مخلوق من كوكب تاني، لا يمكن اسمح لك تلمسني. وازاي كنت هتسلمي نفسك لواحد ما بتحبيهوش؟ انا اخترته بإرادتي، ما حدا فرضه علي. علشان فلوسه؟ مشان أمن حياتي. والحب؟ الحب ممكن يجي بعد الزواج، وإذا ما حصلش بيكون نصيبي. نصيبك واسمتك، المقدر والمكتوب، ده كلام فيه ضعف، فيه استسلام، بتقولوه علشان تخلوا ظروف الحياة هي اللي تصنعكم بدل ما تقاوموها. قول هالكلام لنفسك، تدعي انك خلصنا من اللي مقدر علينا وبدك تعيشنا بالخيال. أهون ما تعيشوا أجساد من غير روح، تبيعوا الحب بالفلوس، والجواز عندكم مجرد بوليس التأمين. أنا هصلح كل ده. بيتهيأ لك انك بتقدر تصلح، لكن انت رح تفسد حياة الناس. ما حدا بيقدر يحل مشاكل كل الناس، الناس هي لازم تحل مشاكلها لحالها، لأنه كل واحد عارف مشكلته كيف اجت. أنا عندي 6 أخوات أصغر مني، أمي عجوز، أبي مشلول، كلنا منعيش ب120 ليرة. لقيت العريس يلي رح يجيب لأبي الدواء ويصرف على أخواتي بالمدرسة. سأل أي واحدة فيهم عن مشكلتها رح تلاقي نفس الصورة. أنت هدمت حياتنا، واسأل نفسك ليش عم تعمل هالعمل. لازم العالم يلي أنت جاية منه كنت فيه مظلوم مطعون، كنت عايش بضياع وعم تحاول تحقق ذاتك. غلط، كل شي عم تعمله غلط. ارجع للعالم تبعك واتركنا لحالنا. صدقيني يا سلوى، صدقوني كلكم، أنا بشر زيكم من لحم ودم. أنت وهم، أنت خيال. أنا أملك قوة أقدر أسيطر بيها على الأرض والناس، لكن ما بتقدر تسيطر على أحاسيسنا ومشاعرنا. أنت عايزة إيه؟ إذا ما بتتركنا نروح لعند أهلنا، نحن رح ننتحر، رح نموت نفسنا. احكي عن حالك بس. أنا شخصيا بدي أبقى هون، جو جديد، أحلى من الهبي. أنت مجنونة. أنا مالي مجنونة، أنت متخلفة. كده أنتوا أحرار، اتفضلوا روحوا لأهاليكم. اتفضلوا، مع السلامة. أنا آسف إذا كنت ضايقتكم، لكن صدقوني أنا كان قصدي مصلحتكم. مع السلامة، ربنا يحقق لكم السعادة اللي انتوا تتمنوها. من مال الله يا محسنين، لله يا محسنين، من مال الله يا محسنين.
لله يا محسنين، من مال الله يا محسنين، لله يا محسنين. 1000 ليرة. بقى على جنب، كلكم على جنب، واذا لعبتوا تاني هرجع لكم، وكل ما تلعبوا هرجع تاني. خلاص مش هنلعب. لا العبوا، عشان ده في مصلحة الناس اللي بصرف عليها فلوس اللعب. عيشوا، هيصوا، اصرفوا. خد دبر حالك، وانت خد افتح دكان، خد هيص، خد اتبسط، خد اشتري اكل لاولادك، خد هات الدواء اللي انت عايزه. مساء الخير. الله، مالكوا ما بتلعبوش ليه؟ فلستوا؟ طيب نشوف غيركم بقى. اخرس، ما تسيبه يضحك يا اخي. Passez s'il vous plaît, monsieur. بروفيسور ألتون درس الحالة وقدم لي تقرير بيقول إن القوة اللي عم بتحاربنا عبارة عن فرد عادي اكتشف اختراع وحوله إلى إنسان غير منظور. يا ترى البروفيسور فكر بخطة معينة؟ كيف بنقدر نشوف الخفي؟ اختراع بنعطيها فبيظهر قدامنا. ما في طريقة غير هيك. صح، رح نمسك البرغوث ونقطر له في عينه. أرجوك يا أستاذ، البروفيسور شخص المرض وعلينا نلاقي الدواء. أنا عندي الحل، نعمل له المسيرة. أرجوك يا أستاذ. طيب ليش ما بيسرق غير نوادي القمار والسباق والشغلات اللي مثل هي؟ نعمل إعلان ملفت للنظر في الجرايد والمجلات. أفخم حفلة في التاريخ تقام في ليلة كذا في ساعة كذا. أكيد حيروح الحفلة دي. طب فهمني بس ايه اللي ممكن اعمله؟ شوقي مش حيرجع إلا إذا عرف حاجة واحدة بس، إنك لسه بتحبيه. شريف، ما تنساش اني متجوزة. الحفلة دي معمولة شوقي مخصوص، حيصطادوه، حيقتلوه. أنت حرة. شريف، عن إذنك. انا جايالك. لوين بدك تروحي؟ شوقي في ازمة ومحتاج لي ولازم اروح له. ممنوع الخروج من البيت. ابراهيم، هخرج. استنانا شوية. يا رب ما تيجي يا شوقي، يا رب. ليش بتحط الفلوس هون؟ هذا فخ تاني، إذا ما نجح الفخ اللي برا. اسكت. شوقي، 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 انا سامعك كويس. انا جيت مع شريف عشان احذرك، الحفلة معمولة مخصوص عشان يصطادوك. بس كده؟ متشكر. ارجوك تسمع بقية كلامي. عندك كلام تاني؟ انت خطفت العرايس ليلة جوازهم، ودلوقتي بتجمع فلوس عشان تنتقم لموقفي منك. انت فاهمة غلط. انت اللي فاهم غلط. انا ما اديتش ابراهيم حقوق الزوجية زي ما فهمتك. تبقي غلطانة في حقه. انا بحبك يا شوقي، بحبك. للأسف فات الأوان. حب زمان ما بقاش له مكان في قلبي. أنا دلوقتي بجري ورا حاجة واحدة بس، إزاي الناس تعيش بكرامة. الفلوس بوزعها عليهم عشان ياكلوا ويشربوا ويلبسوا ويشتروا الدواء. مش دي الطريقة تسعد بيها الناس.
عندك طريقة تانية؟ الاختراع اللي فنيت شبابي علشانه. ووصلت يا شريف؟ ايوه يا شوقي. وانا كنت الضحية. والدواء معايا، هترجع بني ادم تاني. خاين، كلكم خونة، عاوزين ترجعوني لحم ودم عشان اتعذب من جديد، لكن ابدا ابدا. مش هتقدر تستمر كده على طول. مش معقول تقضي حياتك في الهوا. انتوا اللي عايشين في الهوا، في الفراغ، في الوهم، مطاردين بالخوف والفقر. عن اذنك. شوقي 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 شوقي، ابعدوا ابعدوا. بلاش يا شوقي بلاش. بقول لكم ابعدوا. تعالي يا ليلى. تعالي يا ليلى. تعالي. شوقي شوقي ما ماتش. ما وقع بالمصيدة؟ انت يا راجل يهبل. نعم. لم السلاح. حاضر. هات. انت. نعم. جيب الفلوس. حاضر. اديله السلاح بسرعة. بسرعة شوية. هاتهم هنا. اتفضل. هات. اتفضل. شاطر. اتفضل، هاي الفلوس. حطها على الترابيزة. حاضر. لا يا شيخ، يا كلب، اترزع اقعد. حاضر. اللي مدكن سلاح ما يحاولش يطلعه، فاهمين؟
يا شوقي اقعد. ارجوكي سيبيني، كفايه اللي حصل، كفايه. خلاص يا شوقي هترجع زي ما كنت. مش عايز، سيبوني اموت. عشان خاطري يا شوقي كل حاجه هتتصلح، بس اشرب الدواء. انت عايزه مني ايه؟ سيبيني في حالي ارجوكي. خلاص يا شوقي مش هسيبك ابدا ابدا. وجوزك هيسافر النهارده لوحده. والنبي هات الدواء. حاسب. اقعد يا شوقي. اقعد يا شوقي اقعد. اي رجلي. افتح بقك. انت دايما تغلط في بقي اهو. ما تتعبش نفسك يا شريف، مفيش فايده. معلش اسكت ولا حركه علشان خاطري.